في الفترة اللي كان فيها بيكتشف العلماء المصريين عن الآثار اللي في بلدهم وعن تاريخهم الحقيقي، وبدأوا بحل الرموز اللي على جدران المعابد، كان في بعض الجهود الأخرى اللي بيبذلها علماء أوروبا في وضع أساس علم ما قبل التاريخ، أو بعبارة أسهل، علم ما قبل ظهور الكتابة. أهلا بيك في بيت الحياة قلب رعنخ. في البداية بدأ العلماء الأجانب إنهم يشوفوا بقايا آثار لبشر وأدوات كانوا بيستخدموها في الوقت ده، وبعد معارضات كتيرة كانت النتيجة أخيرا هي وضع أسس لعلم ما قبل التاريخ. في الواقع إن بعد مجهودات نص قرن ما يعادل 50 سنة، قدر العالمين بوشيه وبيرن من وضع أول مؤلف ليهم عن علم ما قبل التاريخ، ومن بعدهم بدأ الكثير من العلماء في التكلم والكتابة والبحث عن موضوعات من النوع ده. ومن كتر الأنواع دي من الأبحاث أصبح العلم معترف بيه في كل الأوساط العلمية الأوروبية، وتعرف علم ما قبل التاريخ. لو استفدت متنساش تفوت غيرك.